كن مع الله. كن مع الله. كن مع الله. برنامج يعده ويقدم الشيخ خالد مصطفى الصعيد. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، والعاقبة للمتقين. مضى رمضان وانتهى السوق في التجارة مع الله في شهر رمضان. مضى رمضان ب29 يوما، وكان العبد في قيام وركوع وسجود، في تلاوة للقرآن، وفي ذكر لله سبحانه وتعالى، وفي بذل وعطاء للزكاة وللصدقات، وفي حسن الصيام بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوات، وبإمساك الجوارح عن المعاصي والذنوب، وعن تنقية القلب من الغل أو الحقد والحسد والبغضاء. فالمؤمن كان دائما يتاجر مع الله، فالتجارة مع الله دائما وأبدا في رمضان وفي كل عام وفي عمرك كله، لأن رب رمضان هو رب العام ورب العمر كله. فيجب على العبد النقي أن يعيش ماذا بعد رمضان. أقول لك: بعد رمضان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال أدومها وإن قل. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فجرت سنة الله عز وجل أن من عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على الدين وعاش على لا إله إلا الله مات على الدين وعلى لا إله إلا الله، ومن عاش محاربا للا إله إلا الله مخالفا لشرع الله مات على مخالفته للا إله إلا الله ولشرع الله. إذن أيها العبد النقي، دليل القبول عند الله سبحانه وتعالى لشهر رمضان ولطاعتك في رمضان أن تستمر على ما كنت عليه في رمضان بعد رمضان، وأن تبدأ بصيام الست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كأنك صمت العام كله، فالحسنة ب10. إذن يا عبد الله، كن نقيا، كن تقيا، كن ثابتا على طاعته، كن مستعينا بالله للتجارة مع الله، لأنك في امتحان إلى أن تلقى الله. وأختم وأقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أي بالطاعة والثبات على الطاعة والحياة على الطاعة والموت على الطاعة، وأن تبعث عليها إن شاء الله. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه بالمعاصي والذنوب والبعد عن أعمال الآخرة والتمسك في أعمال الدنيا بالشهوات واللذات. أسأل الله لي ولكم الثبات بعد رمضان على حسن الطاعة والاستقامة، بأن نحيا عليها وأن نموت عليها ونبعث عليها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع.